فضيلة الشيخ، هل يجوز ترك المذياع أو المسجل مفتوحا على قراءة القرآن دون أن يقصد أحد سماعه؟ أثابكم الله. الذي أحفظ عن بعض مشايخنا وكان الوالد يميل إليه تعظيم أمر القرآن، وأن فتح القرآن إذا كان للتلاوة لا يجوز إلا إذا يستمع إليه، إلا إذا كان مستمعا إليه. وأما أن يتلى كتاب الله وهو متشاغل عنه ولا يستمع إليه فإن أي امتهان لهذا القرآن سيتحمل وزره. فمثلا لو أن شخصا جاء بالقرآن مسجل القرآن بين قوم لاهين ومشتغلين بفضول الدنيا أو يبيعون ويشترون وفتح القرآن ورفع صوته، فإن هذا امتهان لكتاب الله عز وجل. ولذلك ما تراه الآن أصلحهم الله من بعض الذين يبيعون القرآن في التسجيلات ونحوها، في بعض الأحيان تحس أن القرآن يمتهن، يرفع أصوات القرآن ولا يقصد بها إسماع الناس القرآن، إنما يقصد بها جذب الناس لشراء القرآن، وهذا لا ندخل في نياتهم، لكن أقول من نوى هذا يتحمل تبعته. القرآن أمره عظيم وشأنه عظيم، والله ثم والله لو يعلم كثير ممن يشتغلون بالتلاوات خطر هذا الأمر لتمنى الواحد منهم أن أمه لم تلد ولا يضيع حرمة من حرمات كتاب الله. يأخذون القرآن ويأتون به في البرامج، يقطعون آية من آيات الله لتقديم البرنامج. بأي حق هذا؟ بأي حق حينما يؤتى بآية من كتاب الله نزلت للتدبر ولكي يعيها الإنسان؟ ولذلك تجد الناس الآن لما تسمع كتاب الله كأنها تسمع، هذا يعرفه من عاش في القديم حينما كان كتاب الله لا يتلى إلا ليستمع. أما لما أصبح يتاجر فيه كثير من الناس اليوم يتحرك قلبك ويتألم، يأتون بخمسة ستة يقرؤون في آن واحد، يقدمون بها برنامج من البرامج الدنيوية، يقدمون بها شريط من الأشرطة. وأنبه هؤلاء الذين في التسجيلات أن يتقوا الله في أمرين، وإن كان في أمورهم كلها، لكن أمرين ينبغي أن ينتبه لها: القرآن والأذكار الشرعية كالأذان. لما تأتي بصوت هذا المؤذن والمؤذن وتلغط بين أصوات المؤذنين وأصوات القارئين تقدم بها كأننا نحاكي غيرنا في تقديم برامجهم، ما ينبغي هذا. القرآن ما نزل لهذا، القرآن نزل للتلاوة للتعبد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نزل من أجل تخشع به القلوب وتذرب من خشية الله العيون، ما نزل من أجل أن يتسوق به، ولا نزل من أجل أن يصاغ بطريقة يؤلف به. هذا أمر مهم جدا، يعني حتى ولو كان هذا حسن فغيره أحسن منه، وهو تعظيم القرآن. ولذلك آيات القرآن أمرها عظيم. كان الرجل من الصحابة إذا سمع الآية من كتاب الله وهو في شدة الغضب لم يعدها. عمر رضي الله عنه لما تلا عليه الحر قول الله تعالى، قال لما غضب على صاحبه وقد جهل، قال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال: فما إن سمعها حتى برد، وهو خليفة في شدة الغضب. القرآن ليس بالهين، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هذا القرآن الذي ستقف في موقف لا يستطيع فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل أن يتكلم وأن ينبس، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، وتنقطع فيه الشفاعات إلا من أذن الله له ورضي له قوله. هذا القرآن يتكلم ويحاج بين يدي الله يومها. يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه الزهراوان، البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. ما هو عبث القرآن، ما هو عبث، ما هو سوق تجارة للدنيا، هذه سوق آخرة. كتاب منذ أن تسمع القرآن تقف إذا كنت سائرا، وإذا كنت لاهيا تقطع لهوك وتسمع هذا القرآن. ما هو كلام الله الذي هو صفته، منه بدأ وإليه يعود. ولذلك في آخر الزمان كما في الصحيح يرفع إلى السماء من عظمته، لأن الدنيا لا تقوم، الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق،
فصان الله كتابه وصان الله كلامه فيرفع إلى السماء. وهذا كله يدل على عظمة هذا القرآن. لا ينبغي الاسترسال في مثل هذه الأمور. والله إن القلوب لا تتقرح. لو أن لي برنامج يأتون بآية تصاغ من قارئ دون أن تتلى ودون أن ترتل كما ينبغي أن يترتل كتاب الله لتقطع قلبي حرقة، ونظرت أني أحقر من أن يفعل بي هذا. ما يليق هذا بكتاب الله عز وجل. كتاب الله عز وجل نتقدمه بأرواحنا وأجسادنا لكي نتشرف بالتقدم، مو أن نأتي به كالشيء الممتهن نقدمه لغيرنا، لأن هذا يجعله تبعا لغيره وليس متبوعا من غيره. القرآن يتبع ولا يتبع، ويحكم ولا يحكم عليه. هذا كلام الله. ولذلك أوصيك بوصية لا تزال بخير في هذه الدنيا ما عظمت كلام الله جل جلاله. وبمجرد ما تسمع القرآن يتلى، أو بمجرد أن تسمع كتاب الله عز وجل تتلى آياته، إلا أرعيتها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. هذا القرآن ينبغي أن يعطى حقه ويعطى قدره الذي نعرفه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهدي الخلفاء الراشدين الأئمة من بعده والصحابة رضي الله عنهم، أن القرآن يستمع إليه ويعمل به، ولا نعرف شيئا آخر. أن يصبح ممتهنا مبتذلا. هل ترضى أن تجلس في مجلس تتكلم ولا عندك أحد؟ هل ترضى بهذا؟ ما حد يرضى هذا، ولا يفعله عاقل من العقلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. تترك كلام الله عز وجل هكذا في العراء؟ تترك كلام الله هكذا؟ ليس عندك من أحد تتركه لماذا؟ ولكن تحفظ حرمة القرآن، فتأتي وتجلس من أجل أن تسمع القرآن يتلى عليك وتنصت إليه، فإنما هو خير تؤمر به وشر تنهى عنه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا تعظيم القرآن. اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء أسقامنا وجلاء أحزاننا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. اللهم ما قسمت لعبادك من تعظيم لكتابك إلا جعلت لنا منه أوفر الحظ والنصيب. والله لقد أدركنا من أهل العلم ومن مشائخنا رحمة الله عليهم ما تجل القلوب ما ترى من كتاب الله عز وجل وهيبته. القرآن لا يذكر إلا من أجل الاستماع إليه والعلم بما فيه والعمل مع التعظيم والإجلال. إذا سمعت كلام الله عز وجل، إذا سمع العبد كلام الله خرس لسانه وشلت جوارحه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. من هم الذين زادتهم إيمانهم؟ أهم الغافلون؟ أهم الذين يسمعون الشيء معرضون؟ أنت لما تأتي تقدمه في برنامج، المشكلة أنه إذا أتي بأي برنامج القلوب كلها متلهفة للبرنامج، فلما تأتي بالقرآن حائلا بينها وبين ما تتلهف به فإن هذا يسقط مكانة القرآن. هذا الذي يجعلنا نقول أنه تبع هنا وليس بمتبوع. القرآن يقدم على كل شيء. ولذلك إذا سمعت الآية من كتاب الله عز وجل فاحمد الله عز وجل أن الله أكرمك بسماعها. كم من أمم قبلنا تمنت كلمة صحيحة عن نبي من أنبيائه وليست عن ربها. هذا الذي عن الله أعظم وأجل، بمعنى أن اليهود والنصارى حرفت كتبهم فلا يجدون شيئا متصل إلى أنبيائهم إلا وفيه من التحريف ما الله به عليم. وهذه الأمة صان الله لها كتابها وحفظها. والحقيقة التي ينبغي أن تضعها نصب عينيك أن عزك وعز هذه الأمة كلها بكتاب الله عز وجل. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فإذا الأمة عظمت كتاب الله عز وجل وعرفت كيف تتعامل وتترك هذه الاجتهادات والآراء التي لا تضبط بضوابط أهل العلم، وكل من جاء يفعل ما عنا له ويجتهد من عند رأيه ولا يسأل العلماء ولا يبحث عن هدي السلف الصالح وأئمة العلم، وسيلقى الله سبحانه وتعالى ويسأل عن جميع ذلك. كل ما تتصرف مع كتاب الله ستقف بين يدي الله وتسأل عنه. ولذلك الحذر ثم الحذر في كل ما يتصل بكتاب الله، سواء تلاوة أو كتابة. ما وضع من أجل أن يعلق
أو يقطع في الأوراق ويمزق، إنما يتعلق بقلوب يجري في دمائها، إنما يتعلق هذا القرآن بأرواح سمت إلى ربها وطهرت وتقدست بكلام بارئها. هذا القرآن ليس عبث، هذا القرآن أمره عظيم. هذا القرآن هو الذي أرسل الله من أجله نبيه عليه الصلاة والسلام، وجعله حجة على خلقه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هذا القرآن من أجله قام النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الله حتى تفطرت قدماه، قام بالقرآن. هذا القرآن هو الذي تخلق بخلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا القرآن هو الذي من أجله سالت دماء الشهداء، ومن أجله زكت أرواح الأتقياء البررة الصلحاء. هذا القرآن أي شيء، هذا هو كل شيء في هذا الدين، ما يعبث به، يفتح كلام الله عز وجل وليس عندك أحد. كيف هذا؟ هل يرضى أحد هذا؟ هل رأيتم أحدا من عظماء الدنيا يرضى لنفسه؟ والله ضرب لنا المثل ولله المثل الأعلى. هل يرضى أحد من عامة الناس أن يتكلم وليس عنده أحد؟ لقالوا هذا مجنون أو سفيه. فاربأ بكتاب الله عن امتهانه، واربأ بكتاب الله عن المتاجرة به في الدنيا، ولنتق الله عز وجل ونحاسب أنفسنا في كل تصرف نتصرف مع القرآن، نسأل عن آية أو حديث تدل عليه. فإذا لم نجد ذلك فلنتق الله عز وجل ولنعلم أننا مسؤولون أمام الله عز وجل عن كل هذا. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ارزقنا حب القرآن حبا ينجينا يوم لقائك، واجعله شفيعا لنا مشفعا بين يديك إله الأولين والآخرين. علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا، وألحقنا به بكل بر سعيد، واستعملنا به في العمل الصالح الرشيد، وارزقنا به القول السديد والعمل الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. والله تعالى